في ناس أول ما تحاول تقرب منهم يبعدوا فورا، مش لأنهم باردين، لكن لأن القرب نفسه بيخوفهم. اللي بنتكلم عنه اسمه نمط التعلق التجنبي، وده نوع من أنماط التعلق، يعني طريقة الشخص في التعامل مع القرب والمشاعر. الشخص التجنبي غالبا يخاف من التعلق، فيبدأ يهرب لما العلاقة تقرب بزيادة. في 8 علامات تدل على نمط التعلق التجنبي. العلامة الأولى: يختفي فجأة. تلاقيه قريب جدا وفجأة يختفي بدون سبب واضح، مش لأنه بيكرهك، لكن لأنه حس إن العلاقة بدأت تبقى عميقة زيادة. العلامة الثانية: يكره الكلام عن المشاعر. أي نقاش عن المشاعر بيخليه متوتر، ممكن يغير الموضوع أو يرد ببرود شديد. العلامة الثالثة: يحب المسافة دايما. حتى لو بيحبك لازم يحس إنه حر. أول ما يحس إن حد متعلق بيه جدا يبدأ يبعد. لو وصلت لهنا اعمل اشتراك عشان نفهم الأنماط النفسية بطريقة بسيطة. بنحبك. العلامة الرابعة: يتجنب الالتزام. أي خطوة جدية تخوفه، مش لأنه مش مهتم، لكن لأنه خايف يفقد حريته أو يتأذى. العلامة الخامسة: يعتمد على نفسه زيادة. دايما يقول أنا مش محتاج حد، حتى وقت ضعفه يفضل يكتم. العلامة السادسة: يبرد العلاقة فجأة. بعد لحظات قرب قوية يتحول لشخص بارد جدا، وده بيعمل لخبطة للطرف التاني. العلامة السابعة: يهرب وقت المشاكل. بدل ما يتكلم يختفي. الصمت بالنسبة له أسهل من المواجهة. العلامة الثامنة: يحس بالاختناق بسرعة. أي اهتمام زائد يخليه يحس إنه محاصر، حتى لو الشخص التاني بيحبه بصدق. أمثلة واقعية. مثال الأول: شخص كان لطيفا جدا في البداية، لكن أول ما العلاقة قربت بجد بدأ يرد متأخر ويختفي. مثال الثاني: واحدة كانت دايما تقول أنا بحب أكون لوحدي، لكن الحقيقة كانت خايفة تتأذى. أشهر الجمل اللي دايما بتتقال: أنا مش بعرف أعبر، حاسس إني مخنوق، خلينا نهدى شوية. ردود جاهزة ممكن تقوله: أنا مقدر احتياجك للمساحة، لكن محتاج وضوح. الهروب مش هيحل المشكلة، مهم نتكلم بدل الصمت الطويل. لو اكتشفت إن عندك النمط ده ما تجلدش نفسك، ابدأ تتعلم التعبير التدريجي عن مشاعرك حتى لو بخطوات صغيرة. دلوقتي قولي في الكومنت، هل قابلت شخص تجنبي قبل كده؟ ولا حسيت إن بعض العلامات دي فيك أنت؟